في مسلسل تحت السيطرة جه مشهد كلنا هنفضل فاكرينه. أي حد اتفرج على المشهد ده هيفضل فاكره وهيفضل متخزن جوه عينه وعقله وقلبه طول العمر. المشهد ده كان فيه البطل علي كان واخد مراته هانيا ورايحين هما الاتنين بالعربية للصحراء علشان مخدر أو عشان الاتنين بيجيبوا مخدرات. المهم علي كان كل اللي يملكه الموبايل بتاعه، فخد الموبايل ونزل للديلر ده في الصحراء وراه الموبايل، فالديلر ما عجبوش الموبايل. ساب الديلر وراح راجع تاني لمراته وراح داخل لها قال لها ان للاسف الديلر ما عجبوش الموبايل، فخد انت روحي جربي انت معاه. عشان هي تاخد الموبايل وتنزل من العربية بالليل وهو ياخد عربيته وعينه بتدمع ويتفاجئ الكل ان علي بياخد عربيته وبيمشي. بعد ساعات من مروح علي البيت وتعاطيه المخدر وبعدها بساعات يلاقي هانيا داخلة عليه البيت عادي جدا. هانيا بعد ما سابها لواحد من الذئاب البشرية في قلب الصحراء بالليل علشان يعتدي عليها جنسيا وترجع له تاني. طيب السؤال هنا، ليه هانيا قررت ان هي ترجع تاني لعلي بعد اللي عمله فيها؟ عموما احنا كده كده هنرجع لورا شوية علشان احنا كده اصلا بنتكلم عن الريبيتيشن كونكلوجن. وده يعني كان ليه تحاليل كتير قوي وعلماء طب وعلاج نفسي كتير قوي من اول فرويد لحد النهارده بيتكلموا على نفس المشكله دي. وهي ليه كل واحد فينا بيعمل غلط او بيعمل حاجه معينه بيرجع يعيدها مره تانية. يعني مثلا كلنا اتخنا وكلنا حصل لنا مشاكل كتيره في الحب اتخذلنا كتير من حته اكتر حد احنا بنحبه. بعد ما بنطلع على طول من علاقة زي دي بنقرر تاني ان احنا نعيد نفس الحاجة بنفس كل حاجة. بنحاول ان احنا يعني بعد ما بنخلص من البني ادم نفسه وبنخلص منه ومن وجوده في حياتنا، بنبدأ ندور على بني ادم تاني زيه بالظبط او يكون شبهه. بنبدأ ان احنا نهيئ السلوك ونهيئ كل حاجة زي ما كانت تاني ونحاول ان احنا نصلح الاحداث. لو ده هيبين لنا حاجة معينة فهيوضح لنا ليه مثلا لو حد ظلمنا بنروح ندور على حد تاني بيكون بنفس الأسلوب ويظلمنا برضو علشان احنا نصلح الموقف اللي حصل زمان اللي احنا اتظلمنا فيه. واحدة مثلا بنت حصل لها مثلا اعتداء جنسي وهي صغيرة، بتقرر لما تكبر ان هي بتدور على حد ان هو يعمل معاها نفس الحاجة او ان هو يقرب منها بنفس الحاجة علشان ان هي تعيد نفس الاحداث تاني وتحاول انها تحل الحاجة اللي حصلت لها وهي غصب عنها. ده اللي احنا عايشين فيه للأسف، وده بيكون سببه حاجة من الأربعة. وده طبعا بيكون السبب الأول هو إن ده بيحصل علشان احنا عايزين نهاية مختلفة. مش دي النهاية اللي احنا كنا مستنيينها، مش دي النهاية اللي أنا كنت عايزها في علاقتي، مش دي النهاية اللي أنا كنت عايزة تحصل عشان وأنا بسيب شغلي، مش دي النهاية اللي كنت أتمنى إن هي تحصل علشان أفقد واحد من صحابي. فاحنا للأسف بيكون أول حاجة إن احنا بنحاول نعيد نفس الأحداث ونفس كل حاجة علشان نغير النهاية اللي حصلت غصب عننا. والسبب التاني هو إننا بنحاول إن احنا نعيد كل حاجة بالظبط زي ما كانت علشان احنا في المرة الأولى اللي تعرضنا فيها للحاجة دي كنا مضطرين، كان غصب عننا، مفيش أي حيلة في إيدينا إن احنا نعملها. تاني مرة لما بنعيد نفس الغلط ده فاحنا المرة دي بنكرر نفس الحاجة بس بمزاجنا، احنا اللي مختارين ده. بتبدأ ان انت تكرر كل حاجة وتحاول ان انت تعيد كل السيناريوهات بشكل مختلف بس بمزاجك، انت اللي بترتب الاحداث. بالنسبة بقى للسبب التالت هو الاحساس بالذنب. الاحساس بالذنب اتجاه نفسك ان انت ما حاولتش ان انت تساعد نفسك او ان انت تدافع عنها، ان انت كنت مسلم كل حاجة وكنت ضحية، ما كنتش عارف تتكلم ولا عارف تقول ايه ولا تروح فين ولا تيجي منين، كنت مسلم مش عارف تتكلم. بالنسبة للسبب الرابع والأخير هو الانتقام. إن أنت بتحاول إن أنت تنتقم من اللي حصل لك الأول من شخص مختلف، بتحاول أنت تنتقم بنفس الطريقة وبنفس كل حاجة بس المرة دي أنت اللي مختار ده. فبس ربنا يعفو عنا كلنا يعني، بس يعني حبيت بس إن أنا أتكلم في نقطة علشان هي كانت يعني مضايقاني قوي، اللي هو ليه كل شوية بغلط غلطة برجع عيدها تاني، برجع عيدها كلها زي ما هي ما بغيرش أي حاجة فيها. إذا كان أشخاص غلط دخلتهم حياتي أو قرارات غلط عملتها في حياتي بقرر تاني مرة إن أنا أعملها هي. طب غير، طب خلاص أنت عرفت إن السكة دي مش ماشية، السكة دي غلط، ليه تكررها تاني؟ ما كانش عندي أي سبب لحد يعني ما قابلت كتاب هو الخروج عن النص، هو اللي يعني وضح لي الحتة دي وتحفة.